صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الفل على احلى متابعين، وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض جاتو شاتو بكوبايه ونص دقيق وثلاث بيضات. هنعمل جاتو احلى من جاتو المحلات، وحاجه نظيفه في قلب البيت انت اللي عاملاها بايدك. النهارده الوصفه سهله وسريعه وما فيهاش اي حاجه. عاملين من كوبايه ونص دقيق اللي انتوا شايفينه دول، وديت الكيكه اللي انا قطعتها من الحروف، مش ما رميتهاش، عبيتها في الكاس ورحت حاطه عليها كريمه وزوقتها، وجميله جدا جدا جدا. يلا بقى نخش الفيديو ونسمي الله ونبدا. ولو عجبك، لو عملت الوصفه وعجبك الفيديو بتاعي، ما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه من قلبك وتنزلي تعملي لي لايك. يلا نبدا ونسمي الله ونشوف مقاديرنا. بسم الله. انا معايا هنا مبدئيا كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، ربع كوبايه كاكاو خام، 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، معايا ظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر، وكوبايه ونص دقيق، ومعايا المحسن بتاعنا بتاع كل مره معلقتين من الخل، وما تقلقيش منهم خالص. مبدئيا كده قبل اي حاجه كوبايات كلها معيار واحد زي بعضها. كوبايه صغيره يبقى الكل هيبقى كوبايه صغيره، كوبايه كبيره يبقى الكل هيبقى كوبايه كبيره. ماشي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا جبت شفشق الخلاط. اول حاجه هنزل بالمواد السايله بتاعتي عشان تمشي لي الخلاط. اهي كوبايه اللبن حطيناها اهي، هنزل عليها بكوبايه السكر، وكوبايه اللبن يا جماعه تبقى دافيه عشان تدوب السكر بتاعي. هنزل بعد كده بكوبايه الزيت، كل السوائل على بعضها اهو. بعد كده معايا ربع كوبايه الكاكاو، بس كده. يبقى باقي معايا ده كله هضربه في قلب الخلاط لغايه ما الخليط يتقل معايا خالص. باقي معايا هنا المواد الجافه بقى بتاعت الدقيق والفانيليا والبيكنج باودر، كل ده هنحطه بعد كده ماشي. بس اهم حاجه اروح على الخلاط اضرب ده ضرب جامد، وارجع اوريكم في النهايه شكله عامل ازاي. خليكم معايا في الفيديو. وكده حبايبي رجعنا مع بعض تاني بعد ما ضربتها في الخلاط. ضربتها ضربه مجرحه، ضربا جامد قوي يعني ماشي. اهو بصوا الخليط بتاعي عامل ازاي، شايفين؟ انا عايزاه بالقوام ده، شايفين كده؟ خلاص بعد ما ضربته بقى في الخلاط هبتدي اشيل منه كوبايه اهو. هعبي منه كوبايه، ودي هقول لكم احنا هنعمل بيها ايه. خليكي معايا في الفيديو وانت هتعرفي. خلاص يا حبايبي انا مالي الكوبايه اهي. الكوبايه ديت انا هدخلها التلاجة ومش هقول لك هنعمل بيها ايه الا لما نرجع نشتغل بيها ماشي. خليكي معايا في قلب الفيديو. هحط دي كده في التلاجة، واجي هنا كده اهو معايا الثلاث بيضات بتوعي على الشفشق. هبتدي اكسر البيض اهو على شفشق الخلاط. 3 بيضات، لو البيض صغير يا حبايبي هيبقوا 4، لكن لو البيض كبير كده زي اللي معايا هيبقوا 3 بيضات بس اهو ماشي. انا هنا خلاص كسرت البيض، هنزل عليه بمعلقتين الخل اللي اتفقنا عليهم. هنحط معلقتين الخل اللي قلنا عليهم مع بعض، وما تقلقيش منهم خالص ان ريحتهم تبان او الطعم، لا بالعكس ده محسن جميل جدا جدا لاي كيكه اهو. ادي معلقتين الخل اللي قلنا عليهم. وكمان عشان زفرت البيض ما يبقاش الكيكه بتاعتي زفره، معايا هنا اهو ظرف الفانيليا هفضيه برده هنا في قلب الخلاط ماشي يا حبايبي. ده كده خلاص انا هاخده على الخلاط هضربه تاني لغايه ما كل المكونات تدوب معايا في قلب بعضها. نيجي هنا للدقيق. اهو معايا كوبايه ونص دقيق انا نخلتهم، عشان كل ما تنخلي الدقيق كل ما الكيكه تطلع معاكي عاليه. هفضي عليهم ظرف البيكنج باودر كده اهو، ومعايا رشه الملح انا معلش نسيت اقول لكم عليها اهي. وهقلب ده كله كده في قلب بعض. كوبايه ونص دي تحت العجز وزياده، انا يمكن اشيل منها يمكن احتاج تاني عليها، لسه مش عارفه حسب الخليط اللي عندي اهو يا حبايبي. انا كده دي قلبتها ودي كده جاهزه معايا. هروح اضرب الخليط بتاعي في الخلاط وارجع معاكم تاني. خليكم معايا في الفيديو. خلاص كده حبايبي انا ضربت الخليط بتاعي في قلب الخلاط. وللامانه يعني عشان الخليط كان تخين قوي معايا، ربع كوبايه ميه عشان نمشي الخلاط بس اهو يا حبايبي زي ما انتم ما شايفين. هجيب هنا بقى بوله كده وانزل بالخليط بتاعي اهو كده. طبعا هننزل كل اللي في الشفشق اهو. انا كده نزلت كل اللي في الشفشق تقريبا كده. هبتدي بقى انزل هنا واحده واحده. دي كده دورها خلص
نجيب المضرب، هنزل واحده واحده. طول ما انا بنزل هقلب، بس التقليب بتاعي يبقى في اتجاه واحد عشان البيكنج باودر. ماشي اهو يا حبايبي. زي ما قلنا مع بعض، انا مش عارفه لسه كوبايه ونص كفايه، هاخد منها او هشيل منها لسه حسب الخليط اللي عندي. وانا شغاله كده انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 عشان الفرن بتاعي يسخن. مولعاه من تحت بس، مش هولع من فوق. لما الكيكه تدخل الاول وتستوي من تحت ابتدي اشغل عليها من فوق. ماشي يا حبايبي. هبتدي بقى كده اقلب جامد لغايه ما الدقيق بتاعي يدوب، وهرجع معاكم تاني عشان نصبها في الصينيه مع بعض. خليكم معايا في الفيديو وحطوا لايك للفيديو. بصوا يا حبايبي، انا كده خلاص ضربت الخليط بتاعي وخليته تمام وبقى زي الفل. بصوا القوام دوت، انا عايزاه بالقوام دوت كده زي ما انتم شايفين. ماشي. انا هنا معايا صينيه حاطه فيها ورق زبده. لو مفيش ورق زبده متوفر عندك ممكن تدهني الصينيه وتعفريها بكاكاو. مش هنحط دقيق، لا هنحط كاكاو. ماشي يا حبايبي. هبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي كده في قلب الصينيه اهو. النهارده بقى بنعمل جاتو شاتو ولا جاتو المحلات. هتعملي الوصفه وهتجربيها وهتدعيلي. ننزل كل اللي في البوله، مش هنسيب حاجه. اهو يا حبايبي انا كده نزلت الخليط. نهز الصينيه كده عشان تتساوي كلها مع بعضها. هدخلها الفرن، هتقعد معايا في الفرن ساعه الا ربع. وزي ما اتفقنا ان انا مخليه الفرن على درجه حراره 180 ومولعاه من تحت. هروح احط الكيكه تستوي، وعلى ما الكيكه تستوي نروح مع بعض نعمل الكريمه. خليكم معايا في الفيديو. A few moments. الكيكه بتاعتي خلاص دخلت الفرن عشان تستوي. نبتدي نعمل مع بعض الكريمه. ومعايا هنا مكوناتها. دي كوبايه كريم شانتيه، ومعايا نص كوبايه سكر بودر، دي كوبايه ميه، ولو احتجت ميه تاني هزود، ممكن هتبقى كوبايه ونص، بس هنشوف واحنا شغالين مع بعض هنعرف. احنا هنا بنعمل كريمه المحلات الاقتصاديه. لو انت حابه تبدلي كوبايه الميه دي بكوبايه اللبن ممكن تبدليها، بس انت وراحتك. انا النهارده بعمل كريمه اقتصاديه عشان ما اكلفكيش. يلا بقى نسمي الله ونبدا ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. انا هنا خلاص هنزل معايا كوبايه الكريم مع شانتيه. هحط عليها كوبايه السكر البودر زي ما احنا ما قلنا مع بعض. ومستحب ان هو يكون سكر بودر عشان ما ياخدش وقت معايا في الضرب. ماشي يا حبايبي. وهنا هنزل بنص كوبايه الميه الاول، وبعد كده ايه هرجع نكمل واحنا بنضرب. هنضرب بقى ضربا ايه مش عايزه اقول لكم. بصوا يا حبايبي خلاص كده الكريمه بتاعتي انا ضربتها لغايه ما بقت معايا بالقوام ده اهي. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا عامله ازاي معايا اهي. انا هنا عشان احنا بنعمل جاتو شاتو وكل حاجه شوكولاته معانا، فانا هنا مش هخلي الكريمه بيضه. انا هديها كده معلقه كاكاو عشان تبقى معايا لونها اوف وايت كده تبقى حلوه. ماشي يا حبايبي. هبتدي انزل كده بمعلقه كاكاو وهقلبها في قلب الكريمه اهو. هضربها بقى وارجع اظبطها واضربها وارجع اوريكم شكلها اللي هي عامله ازاي. بصوا يا حبايبي انا كده خلاص خلصت ضربه الكريمه. انا معلقه الكاكاو لما حطيتها حسيت ان لونها خفيف، مش هو ده اللون اللي انا عايزاه، فرجعت ضفت معلقه تاني وهو باللون ده اللي انتوا شايفينه. خلاص كده خلاص كده الكريمه بتاعتي خلصت. بصوا عامله ازاي، بصوا قوامها جميله. بصوا ماشي. خلاص كده دي خلصت. هدخلها الفريزر قبل ما نيجي نشتغل فيها. وتعالوا معايا بقى نبص على الكيكه نشوفها قابه ازاي وعامله ايه بقى في قلب الفرن. تعالوا معايا كده. الكيكه بتاعتي في قلب الفرن شايفينها عامله ازاي قابه وجميله جميله جميله، يعني غير الريحه اللي طالعه. انا كده خلاص بقى الكريمه هدخلها الفريزر والكيكه تستوي ونرجع مع بعض نشوف هنعمل فيهم ايه. خليكم معايا في الفيديو. انا هنا يا حبايبي طلعت الكيكه من الفرن سبتها تبرد، وبعد كده رحت اقسمها طبقتين اهم زي ما انتم شايفين معايا. هبتدي بقى انا اشيل دي كده ونشتغل في الاولانيه الاول. ماشي. هجيب كده اهو. انا هنا دوت معلقتين لبن على معلقه سكر على معلقه كاكاو، قلبتهم كده جامد
عشان خاطر اسقي الكيكه بتاعتي كده عشان يبقى ليها طعم وحلوه. ماشي يا حبايبي، ممكن نغرزها بالخله، بس انا شايفه الكيكه بتاعتي مفرغه يعني مش محتاجه ان انا اغرز واعمل. اهو انا بصوا هبتدي اسقيها كده علشان خاطر يبقى الطعم بتاعها ايه حلو ومطعمه معايا كده والكيكه كويسه طعمها حلو. ماشي اهو انا كده سقيتها خلاص اهو شربت معايا. انا عايزه اقول لكم ان دي هتعرفوها وانتوا بتاكلوا الجاتو، هيبقى الطعم بتاعها باين اهي زي ما انتم شايفين كده ان انا سقيت. عندي بقى الكريمه بتاعتي اللي احنا عاملينها مع بعض ده انا جبتها من الفريزر. هنبتدي بقى ننزل هنا كده، دي الكريمه اللي احنا عاملينها مع بعض وانا طلعتها خلاص اهي من الفريزر. هاخد بقى طبقه حلوه كده هنا كده ونفردها مع بعض بقى. معايا بالسكينه اهي هبتدي بقى افرك كده. هفردها واظبطها وارجع معاكم تاني. خلاص كده انا حطيت طبقه الكريمه وفردتها معاكم اهو. ماشي نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه في المرحله ديت. لو انا عندي اي نوع مكسرات ممكن احطه، لو ما عنديش انا للامانه ما عنديش دلوقتي يعني مكسرات، فانا هعمل ايه؟ هرش بس كده شويه شوكولاته كده صغيرين من جوايا كده، بما اننا بقى بناكل جاتو شوكولاته فيبقى كله بقى شوكولاته اهو. بصوا بس كده ماشي. نحط الطبقه التانية بقى. خلاص كده يا حبايبي انا كده حطيت الطبقه التانية. هبتدي بقى ايه اغرز كده زي ما احنا شايفين مع بعض عشان اسقيها برضو وطعمها وتبقى الكيكه بتاعتي طريه وحلوه وشاربه من الصوص اللي احنا عاملينه اهو. انا هنا برضو هسقيها الفتحات اللي انا عاملاها دي عشان الصوص ينزل فيها من تحت اهو. هنزل دي كوبايه اللي انا قلت لكم عليها هنشيلها واحنا بنعمل الكريمه، هنزل كده بيها وهفردها بقى على وش الكيكه بتاعتي. هعملها وارجع لكم، خليكم معايا في الفيديو. بصوا حبايبي انا كده خلاص حطيت الطبقه اللي هي طبقه الشوكولاته اللي احنا كنا شايلينها مع بعض. هاجي بقى كده من على الحرف كده بالراحه هبتدي اسوي الحروف بتاعتي عشان ايه يطلع شكلها حلو كده من على الحرف كده اهو. بصوا واللي هينزل ده انا مش هرميه، انا هخليه. بين كل مره ومره يا ريت امسح السكينه كده بمنديل. ماشي يا حبايبي اهو. بصوا حبايبي اهي الطروف اللي طلعت معايا ديت انا مش هرميها، هقول لكم هنعمل فيها ايه. نركنها كده على جنب شويه. انا كده سويت الحروف بتاعتي كلها خلاص. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا هقسمها ماشي. شوفوا بقى انتوا عايزين القطعه يبقى حجمها قد ايه. انا هنا اهو هقسم كده. بصوا حسب الحجم اللي انتوا عايزينه اهو. انا هخلي قطعه الجاتو معايا كبيره كده اهي. خلاص يا حبايبي انا كده قطعتها. هبتدي بقى ازين كده معاكم اهو زي ما احنا ما شايفين كده مع بعض. ماشي حط كده واحده كريز، حط هنا كده واحده، شويه شوكولاته كده،
هخلص بقى الكميه دي ازوقها وهرجع اوريكم شكله نهائي بقى عامل ازاي. خليكم معايا في الفيديو. مع الجاتو بتاعي بعد ما شلته من على الصينيه حطيته في السرافيس كده ودخلته التلاجة يمسك نفسه شويه عشان الشوكولاته كانت سايحه معايا. ودي النتيجه بعد ما طلعتها. هستنى بقى رايكم في التعليقات تحت، ولو الوصفه عجبتك عملتيها وعجبتك يا ريت تدعي لي دعوه كده من حلوه من قلبك. مع السلامه يا احلى فانز.